ألذ طبق سلطة رنجة هتاكليه في العيد. هنعملها النهاردة في الفيديو بتاعنا بطريقة مبسطة سهلة وبسيطة جدا. هنعملها بطريقة جديدة، بس تتابعي معايا الفيديو للنهاية علشان تشوفي النتيجة النهائية علشان تستفيدي. قبل ما نبدأ الفيديو لايك وشير سبسكرايب. لو لسه بتتفرجي على القناة لأول مرة، أنا هندي سليم ودي قناتي. اعملي اشتراك في القناة وفعلي زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو يوصلك منه اشعار وعلشان تستفيدي منه. يلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة هنعملها ازاي. يلا بينا، وكل سنة وانتم طيبين. انا هنا جبت الرنجة بتاعتي ايا كانت الكمية اللي انت هتعمليها، جبتها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. حطيتها في اي طبق زي ما انتم شايفين كده، ونغلي المية وننزلها عليها بالشكل ده. هنا بقى هتنزليها تخليها كده بكل سهولة، اسهل من انك تحطيها على النار وتفرقع معاكي وبتبهدل الدنيا بصراحة عليها. هنقلبها كده في المية المغلية وهنسيبها يعني مفيش 5 دقايق، اقل من 5 دقايق كمان. وبعدين هنطلعها كده من المية المغلية وبعدين نبدأ ان احنا نقشر الرنجة او نشيل القشر الخارجية من عليها. هنشيل الراس كده وبعدين نشيل الديل وبعدين نفتح الرنجة من الظهر من ورا ونطلعها كده ونطلع البطروخ اللي فيها ونشيله على جنب كده. وبعدين هشيل العظمة كده، هتفصصيها حتة حتة وبعدين هتشيل القشرة، هتلاقيها بتتشال معاكي بمنتهى السهولة. بعدين هتشيلي منها اي عظمة اي شوك هتشيليه لان فيها شوك ياما ومش بتبقي اخده بالك منه. نضفيها كده بالشكل ده بالسكينة بالشكل ده، هتلاقيها انضفت معاكي بمنتهى السهولة. اللي هتنضفيه اول باول تحطيه في طبق. اهي شايفين الشوك اهي كده بالشكل ده. الرنجة يا جماعة من اجمل الاطباق اللي بتتحط كده يعني في العيد مع الفسيخ المخلي، يعني تحفة بصراحة. نشيل بقى البهدلة اللي احنا كنا عاملينها دي وبعدين نجيب الرنجة اللي احنا شلنا القشر الخارجية من عليها، نحطها كده في طبق تاني وبعدين نبدأ ان احنا هنقطعها كده حتت صغيرة علشان لما نيجي نهرسها تبقى سهلة علينا. قطعناها كده حتت صغيرة بالشكل ده. هنا بقى البطروخ كده معايا انا ركنته علشان بحطها عليها فوق الوش في الاخر، لو انت حابة تهرسيه معاها مفيش اي مانع. هبدأ بقى اجيب فلفل، معايا فلفل الوان اخضر احمر، عندك فلفل رومي عندك فلفل الوان ينفع برضو، مش كله شغال. هقطعه حتت صغيرة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. معايا برضو فصين توم هفرمهم كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده، قطعيهم حتت صغيرة. معايا كده معلقة من الكمون، معلقة من البابريكا. كل ما اقطع الخضار اقلبه كده مع بعض. بصلاية كده بحجم صغير وبرضو افرمها فرم رفيع واحطها عليها. كل بقى الخضار اللي انا فرمته ده احطه على الرنجة وابدا ان انا اهرس كويس كده بالسكينة او بالشوكة. معلقتين كبار من الطحينة ومعلقتين من الزيت وعصرة ليمونة. ابدا بقى ان انا اقلب كل ده مع بعضه كده، ولما تقلبي تهرسي كده تهرسي بالشوكة. انا كده هرستها كلها كده، بقت كلها اخده من بعضها وامتزجت مع بعضها خالص. ابدا ان انا احطها كده في طبق تاني علشان التقديم. بقت جميلة جدا وريحتها تحفة يا جماعة وخرافة بصراحة. شوية زيت من فوق انزل بيهم كده على السلطة. يلا بقى حطي فيها كده من فوق اي حاجة انتي حباها، شوية بقدونس مفروم، بصل ترانشات كده، ليمون، اي حاجة انتي حباها. ده البطروخ اللي طلعته من الرنجة، لو انتي حابة تقطعيه فوق الوش كده حطيه، لو انتي حابة تسيبيه سليم، لو حابة تسيبيه سليم كده زي ما هو مفيش اي مانع.
انا سبت كده واحدة سليمة زي ما هي، وجبت التانية قطعتها حتت صغيرة زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وحطيتها كده ايه فوق الوش. ممكن ناخد الخليط اللي احنا عملناه ده كله ونحطه في الكبة، نديله فرمة كده بسيطة، وبعدين نطلعه في الطبق. بس انا بفضلها انها تكون بالشكل ده. جينا بقى خلاص خلصنا الطبق بتاعي. دي كانت النتيجة النهائية، جميل جدا، تحفة مع العيش المحمص البلدي، جميل جدا. شوية كده من البصل الاخضر، خرافة يا جماعة. تابع الفيديو للنهاية. كل سنة وانتم طيبين.